طيب ما هو اكيد يعني انا مش هتشل لوحدي، فاكيد يعني لازم احنا كلنا اخوات مع بعض نساعد بعضينا يعني. طبعا الكلام اللي سمعتوه عن استاذه بدريه طلبه انها اتحولت للتحقيق ده كله كلام فارغ، لا اتحولت للتحقيق ولا حاجه. مفيش وقف نهائي، قصدي لسه التحقيق هيجي، وطبعا هنمشيها الناس لبعضيها، لان بيقولوا انها لا سرقت ولا قتلت ولا اترفع عليها قضايا، فاكيد طبعا يعني الدنيا هتمشي حلاوه يعني، فهتبقى كده. فشكلهم هم كده اسياد البلد، طالما مفيش جهه رقابيه اخذت معاها اجراء حاسم، ومفيش جهه حكوميه حاسبتها على اللي هي قالته. فشكلها كده زي ما بتقول هي اسياد البلد، يغلطهم ومفيش حساب. فيعني انا كده بطلب بقى من كل المصريين، ارجوكم الناس دي لا حد يروح يتصور معاها، الناس دي محدش يعبرها، الناس دي لازم تفهم انها غلطت وغلطت جامد. يقطعوا كل اعمالهم. انا عايزه بقى المصريين اللي بجد بجد بقى يقطعوا كل اعمالهم، لان يعني كده عيب قوي يعني، كده خلاص هي عدت الليميت. اللي استفزني اكتر بقى وخلاني اعمل الفيديو ده ان الاستاذه بتقول انا دي حملات وغاويه تشويه سمعتي وغاويه تشويه صورتي. ليه يا استاذه حملات؟ هو حضرتك الحملات دي هي اللي جت حطت الكلام على لسانك؟ الحملات ديت هي اللي خلتك تعملي الالفاظ اللي انت عملتيها دي بايديكي؟ اكيد انت عملتي كل حاجه من نفسك وبنفسك. لحد قال لك قولي الالفاظ ديت؟ كلنا سمعناها بودنا، الالفاظ دي كلنا سمعناها، كلنا شفنا ايديكي بالحركات البذيئه اللي انت عملتيها. فحملات ايه بقى اللي انت جايه تتكلمي عليها؟ وبعدين يعني بتقولي في مظاهره حب ليا. هو حضرتك يعني هو انت عايشه في عالم موازي ولا ايه بالظبط؟ هو انت شفتي الكومنتات والبوستات ده ما فيش واحد هو انت ده عندك نفس العينين اللي عند وفاء عامر؟ اصلا قالت نفس الجمله برضو، مظاهره حب. ده انت لا حد طايقك ولا طايقها. هو انتوا بتشوفوا ازاي؟ بتسمعوا ازاي؟ انا مش فاهمه بصراحه.